لو غولي شوكونوا، حلوه بزاف اخرى وفخمه. تبعوني نمد لكم ما غسات. نبدا بسيرو نحط فيه نص كاس سكر، كاس ما نسم بلافاني وغير يغلي نطفي عليه باش يبقى لي خفيف. نفوتوا للبسكوي، نحتاج فيه 4 بيضات كبار، نزيد سكر ولافاني ونضربه مليح حتى يتضاعف الحجم. حاولوا كل بيضه عطوها دقيقه تاع تضرب. نزيد شويه زيت، غير شويه باش ما يجينيش ناشف، ونجيب الفرينه والكاكاو نزيدهم على 3 دفعات بصح بالصفايه هكذا باش الهواء اللي في البيض ما يتكسرش. وبيان سور شويه خميره تاع الكاطو تعاون بزاف، سورتو المبتدئين. المقادير غادي كاع تصيبوهم في لا ديسكريبسيون. حركوا غير بالظرافه باش كلشي يتخلط مع بعضه. ومن بعد نجيب سنين نفرش بالبابي كويسون ونسرح فيه العجينه ونحطها 7 دقائق في كوشه 200 درجه، باسكو اذا طيبتوها اكثر من هاك غادي تقسح معكم. وغير يطيب البسكوي وهو هكذاك سخون، قلبوه على ورقه واحده اخرى تاع بابي كويسون ولويوه في سربيته نقيه وخلوه يبرد. لا كريم غادي ندير فيها كاس شونتي اون بودر مع كاس حليب بارد، وكي يطلعوا مليح نزيد لهم الماسكاربون اللي غادي يرجع لا كريم بزاف اونكتوز وبنينه. وكي ندمجوهم مليح نزيد الكاكاو ونحلي الماسكاربون بمغرف من لا باتا تارتيني غوتيلا الغنيه بالبندق، فيها 13% من لا باتا نوازيت. والنتيجه كانت اون كريم دو فوراج هايله في البنه وفي لا تكستور. نحلي البسكوي نتاعي من بعد ما تندى مليح وبرد ونسقيه بالسيرو. والبسكوي هنا غادي يرفد لكم كاع لا كونتيتي تاع سيرو اللي طيبناها. نحط طبقه تاع لا كريم ونسرحها بلا سباتول ونرش على الوجه الكركاع المحمص والمقطع بالخدمي وماشي اللي مطحون في الروبو. لويرولي على بعضه ونخليه في البابي نتاعه وندخله للكونجيلاتور كاش نص ساعه باش يقبض روحه. ومن بعد نخرجه نغلفه بلا كريم ونرجعه في الكونجيلاتور. وللكلاصاج غادي نخدم بلا باتا كلاسي الوجدان النوازيت. بصح برك بغيت نفكركم اذا جاتكم غاليه ولا نتوما من الناس اللي تخدموا لي كوموند تقدروا تستعملوا لا باتا كلاسي لا فيدال من الوجدان اللي سمتها قل واقتصاديه اكثر. نقطع لا كونتيتي اللي نسحقها ونزيد عليها لا كريم ليكيد ونحط كلشي يذوب في الميكرووند، سينو حميو لا كريم وزيدوها على الشيكولا. وكي يذوب كلشي زيدوا على الكاناش اللوز المحمص المطحون باش نديروا ان كلاصاج غوشي. نخبطوا شبكه باش الزياده تهود في الطبسي ونخلوا الغولي يتماسك بالقله 2 سوايع في الفريجيدار باش تقدروا تقطعوه وتاكلوه. ان شاء الله لو غولي نتاعي يعجبكم وتجربوه خاطرش بنين بالبزاف. À la prochaine.